هاي ويلكم تو ماي نيو فيديو النهارده هيكون عن موقف مهم جدا بيقابل اغلبنا في حياته، وهي وجود ناس في حياتنا بتتريق على شكلنا، مظهرنا، لبسنا. لان احيانا لما بنيجي نتحط في موقف من الثلاث مواقف دول مخنا بيتشل ومش بنبقى عارفين ازاي نرد او ايه الرد المناسب ممكن نرده على الناس اللي بتقول لنا كده. في فيديو النهارده هنتكلم على حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ليه ده بيحصل، تاني حاجه ازاي ممكن نرد ردود مناسبه وفي نفس الوقت تخلي شكلنا حلو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب اعمل في الانستجرام بتاعي، يلا بينا نبتدي الفيديو. اول بارت في الفيديو ده ليه ده بيحصل، في حاجتين بيخلوا الناس اللي حوالينا ممكن ان هي تقول لنا كلام زي ده. اول حاجه بتكون عقده نقص عندهم، لان ساعات ممكن الانسان لما يشوف حد في حاجه معينه هو مش قادر ان هو يوصل لها هتلاقيه على طول بيحاول ان هو يطلع عيوب في الحاجات اللي زي دي. يعني مثلا انت رفيعه وهو مثلا مليان شويه، هتلاقيه كل شويه عمال يقولك بس انت محتاجه ان انت تزيدي شويه، بس لا اللبس شكله عليكي مش حلو. تلاقوا كلام من النوع ده. تاني حاجه لو انتوا مثلا مليانين شويه وجسمكم كيرفي والحد اللي قصادكم ده رفيع وهو مثلا مش عاجبه ان هو رفيع، هتلاقوه على طول عمال يقول لكم بس انت ليه تخينه كده، ما تحاولي ان انت ترفعي. طب اللبس شكله مش حلو عليكي خالص، ايه اللي انت لابساه ده، اللبس ده مش مناسب لشكل جسمك مثلا. هتلاقوا نوعيه الكلام دي كتير قوي. وفي فرق ما بين ان حد يجي يقول لكم الموضوع ده بطريقه وحد يجي يقول لكم الموضوع ده بينه وبينكم علشان مثلا لو انتوا صحاب قوي فممكن يقول لكم بس مثلا لو خسيتي شويه دي هتبقى احسن ليكي. تلاقوا ان الدخله مختلفه تماما. لكن لما تلاقوا حد عنده عقده نقص هتلاقوا ان هو على طول بيحاول ان هو يقول لكم الكلام ده وسط ناس علشان يطلع نفسه هو اللي حلو وفي نفس الوقت يحرجكم ويخليكم ما تعرفوش تردوا، لانكم لو رديتوا هتلاقوا ان الموضوع زاد وهتلاقوا الناس اللي حواليكم اتقسمت لنصين، نص معاكم ونص ضدكم. موقف كمان من المواقف المهمه اللي ممكن نكون بنتعرض لها، وهي مثلا ان احنا لبسنا يكون شكله مش غالي قوي بس هو لايق على جسمنا، شكله حلو وهو عاجبنا، واحنا ننزل بيه ونلاقي حد يقول لنا بس شكله على فكره رخيص قوي، بس شكله وحش قوي. تلاقوا النوع ده من الاشخاص اللي بيحوشوا كل جنيه في حياتهم علشان بس يروحوا يشتروا اي حاجه براند، ما عندهمش اي فكره عن القناعه ولا عن الرضا ولا عن ان انا ممكن يكون معايا فلوس عادي جدا لكن انا في حاجه عجبتني شكلها رخيص واشتريتها. مش شرط ان انا البس كل حاجه براند زي ما انتوا بتلبسوا، ممكن البس الحاجه اللي عجباني طالما هي عجباني وطالما سعرها بالنسبه لي مناسب. مش شرط ان انا اروح اشتري حاجه ب 1000 جنيه وانا ممكن اشتري الحاجه دي ب 200 300 جنيه وفي نفس الوقت تكون شكلها حلو. الكواليتي اكيد مش هتكون هي دي حاجه انا بقول لكم عليها في فيديوز كتير قوي، لكن اهم حاجه ان هي عجباني، مش شرط تعجب الناس اللي حواليا. تاني حاجه في ان الموقف ده احنا ليه بنتعرض له، وهي للاسف ممكن تكون غلطه من عندنا، وهي عدم ثقتنا في نفسنا. ساعات كتير قوي احنا بندي سيجنالز اللي حوالينا ان احنا ما عندناش ثقه في نفسنا، ان احنا متوترين، ان احنا لما بييجوا يتكلموا معانا بنلاقينا مهزوزين، ان احنا لما ييجوا يقولوا اي حاجه على مظهرنا شكلنا بنديهم احساس ان احنا متضايقين. في نفس الوقت طبعا ده بياكد لهم ان احنا ما عندناش اي ثقه في نفسنا، فلما ييجوا يقولوا لنا اي حاجه هنلاقينا على طول بنتوتر. طبعا انا مش بقول ان ده مبرر ان حد يجي يتريق على مظهر او شكل اي حد، لكن بقول ان ممكن نكون احنا اللي بنديهم الاحساس ده فهم بياخدوا الثقه بقى الكامله ان هم يقولوا اللي هم عايزينه. فاحنا لو عايزين نعالج الموقف ده اهم حاجه ان احنا نعالجنا احنا، اهم حاجه ان احنا نثق في نفسنا، اهم حاجه ان احنا نعرف نرد على الناس دي وما نحسش ان احنا بنتوتر ولا ان احنا متضايقين حتى من اللي هم بيقولوه. بالعكس انا كده كده هقول لكم على الردود اللي انا عن نفسي بتبعها وبشوفها ان هي مناسبه جدا، لكن نسيبنا شويه بقى من الناس دي ونيجي نتكلم في موضوع الثقه في النفس. ليه ممكن انت ما يكونش عاجبك شكلك؟ علشان مثلا السوشيال ميديا، علشان الصور اللي انت بتشوفيها، علشان الحاجات الفانسي اللي على طول بتظهر قصادنا من المسلسلات الافلام وشايفين ان ده الستاندر وعايزين نوصل للستاندر ده. في الحقيقه وفي الواقع ده مش حقيقي. احنا مش كلنا شبه بعض، احنا مش كلنا فينا نفس المميزات ونفس العيوب، كمان شكلنا مش زي بعض. الحاجه الحلوه اللي في حد ممكن تكون حاجه وحشه في حد تاني. يعني مثلا انا عن نفسي ما بحبش ان انا اتخن قوي، فلو تخنت قوي هحس ان انا بتضايق. حد تاني ما بيحبش ان هو يكون رفيع، فلو تخن شويه بيحس ان هو فرحان. احنا مش شبه بعض في كل حاجه. مثلا انا بحب ان انا البس كاجوال شيك الحاجات دي، ناس تانية بتحب ان هي تلبس فورمال. لو انا لبست فورمال هحس ان انا متضايقه، لكن لو هم لبسوا فورمال هيحسوا ان هم مبسوطين. فاحنا كلنا مش شبه بعض. مش شرط علشان شكل جسم بقى نازل موضه وانا شايفه ان ده ضد الطبيعه تماما، لان مش طبيعي ان الجسم يكون موضه. يعني ممكن اقول مثلا ستايل هو اللي يكون موضه تمام، لكن الجسم ده شيء مش بتاعنا وشيء مش في ايدينا. فلو جسمي طلع موضه فده بيكون نتيجه عمليات تجميل كتير قوي. مش طبيعي ان انا اروح ادفع كل ما املك في حياتي علشان اروح اعمل عمليه تجميل عشان اغير شكل جسمي وفي الاخر ارجع تاني الجسم ده يتغير او الموضه دي تتغير، فاحس ان انا لا شكلي بقى وحش عايزه اروح
اروح اعمل. دي لفه وضغط نفسي طويل جدا، ومحدش فينا هيقدر يأفورد حاجه زي كده. الاسهل والاحسن بكتير قوي ان احنا نعالج الموضوع ده من جوانا مش من برانا، نخلي مظهرنا وشكلنا ده اخر حاجه، واهم حاجه ان احنا نحاول ان احنا نثق في نفسنا اكتر. في فرق كبير قوي ما بين الانطوائيه والثقه بالنفس. انا عن نفسي انطوائيه جدا، يعني ما بحبش ان انا اتعامل مع ناس جديده. اول ما بشوف الناس مش بحس ان انا برتاح وانا بتعامل معاهم. لو حد جه يكلمني هتلاقوني ان انا برد عادي، لاني واثقه في نفسي وواثقه في كلامي وواثقه انا اقدر اقول ايه وما اقولش ايه، وواثقه في شكلي وواثقه كمان في مظهري. الموضوع ده مش بيجي بالساهل، حاجه نسبيه في نفس الوقت. يعني ممكن مثلا ناس تعالج الموضوع ده عندها في شهور، ممكن ناس تعالجه في اسابيع، ممكن ناس تعالجه في سنين. فالموضوع ده نسبي قوي. فلو انتوا مش حابين حاجه في شكلكم حاولوا ان انتوا تعدلوها، لكن ما تحاولوش ان انتوا تضغطوا على نفسكم بسبب الستاندرد اللي احنا شايفينها في الايام دي حوالينا في السوشيال ميديا وفي كل حاجه حوالينا. انتوا تلقائيا اول ما هتلاقوا نفسكم ان انتوا بتهتموا بمظهركم، شكلكم، لبسكم، انتوا بتهتموا مش عن طريق الكومنتس اللي بتيجي من الناس اللي حواليكم، انتوا اللي تكونوا بتهتموا بده علشان انتوا عايزين ان انتوا تهتموا بده. تاني بارت بقى في الفيديو ده ازاي ممكن اواجه اي حد يقول لي اي كلام على مظهري او شكلي او لبسي قصاد الناس، او حتى بيني وبينه، بس لو قصاد الناس الموضوع بيبقى محرج اكتر. اول طريقه ودي اكتر طريقه انا مش بحبها، لكن للاسف بتنفع مع الناس اللي حوالينا اللي احنا ما ينفعش ان احنا نرد عليهم، ناس مثلا قريبين مننا احنا مش عايزين نفايت معاهم، ناس غاليين علينا لكن فيهم المشكله دي، وهي التجاهل ساعات كتير قوي بيكون احسن من ان انا ارد. ان احنا بندخل في نقاش والموضوع هيكبر. ساعات ممكن لما حد يجي يقول لي اي حاجه ان انا اتجاهله وابص الناحيه التانية، ده بالنسبه لي احسن رد. وبالنسبه لي الموضوع ده هيخليهم ان هم يتكسفوا بدل ما هم كان قصدهم ان هم يكسفوني. طبعا الموضوع ساعات بيجي مع الناس القريبه مننا، ساعات بيجي عن طريق اللي هو مثلا ايه ده احنا بنهزر، احنا بس بنقول اي كلام في القعده وخلاص عايزين نبقى فاني، لكن ما بياخدوش بالهم ان ممكن الكلام الفاني هم بيكونوا قاصدينه ممكن ان هو يجرح حد تاني. احسن طريقه في التعامل مع النوع ده من الاشخاص اللي غاليين علينا لكن احنا مش هنقدر ان احنا نرد عليهم، وهي ان احنا نتجاهل كلامهم علشان ما يضايقناش، في نفس الوقت مش احنا اللي هنتكسف في الموقف ده، بالعكس هم اللي هيتكسفوا. تاني طريقه بقى وهي الرد. بالنسبه لي دي اكتر حاجه انا بقيت بحب ان انا اعملها لما حد يجي يتكلم على اي حاجه في مظهري، شكلي، لبسي بالذات، عشان الموضوع ده بيضايقني جدا لما حد يجي يعلق على اي حاجه في لبسي، وهي ان انا ارد. لكن احسن طريقه في الرد على النوع ده من الاشخاص وهي الردود القصيره. والردود القصيره في المواقف اللي زي دي بتكون احسن بكتير قوي من ان انا اقعد اناقش، لان معنى ان انا بناقش معنى ان انا عايزه اثبت لهم ان لا اللي انتوا بتقولوه ده غلط واللي انا بقوله هو اللي صح، وهدخل في جدال هبان فيه انا اللي خسرانه، هبان فيه انا الطرف الاضعف. لكن احسن طريقه في الموضوع ده هي ان انا ارد ردود قصيره، زي مثلا عاجبني، زي انا خدت رايكم بس بالطريقه دي، اللي هو بين لهم اللي هو رايكم اصلا مش مهم عندي، وده اللي انا بحب اعمله وهعمله علشان هو عاجبني. طول ما انتوا بتتكلموا بالطريقه دي وبتردوا ردود بالشكل ده، هم اصلا هيتوتروا ومش هيعرفوا ان هم يردوا عليكم، لان هم اكيد مش هيبقوا متوقعين الطريقه دي في الرد، لان هم اكيد متوقعين اللي هو ليه هو شكلي فيه حاجه غلط، ليه هو لبسي مثلا مش حلو، ليه هو في مشكله في لبسي. اكيد هيتوقعوا النوع ده من الردود. لكن الردود اللي بتكسف وفي نفس الوقت القصيره قوي دي خلي مخهم يقف عن التفكير، مش هيبقوا عارفين ولا متوقعين ازاي ممكن يردوا عليكم. وده احسن طريقه انا بحب ان انا اعملها لما حد يجي يقول لي شكلك مش حلو، شكل لبسك فيه مشكله، ايه ده انت تخنتي، ايه ده انت خسيتي، ايه ده انت وشك عامل كده ليه، ايه ده انت وشك فيه حبوب الفتره دي كده ليه، ايه ده انت وشك مقشر ليه. كل الكلام اللي بيحصل لنا كلنا ده بيكون الرد المناسب بالنسبه لي. بس كده، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام بتاعي. وانا عارفه الفيديو النهارده كان خفيف كده، لكن بالنسبه لي الموضوع ده كنت حابه ان انا اتكلم فيه، وكنت عامله ان انا اجله كل شويه علشان انا كنت بتضايق جدا لما بشوف بنات ان هي بتتوتر او بتتضايق لما حد يجي يقول لها الموضوع ده وما كنتش عارفه ترد. وبس كده، باي باي.